جود بيلينغهام كيتعتبر دابا واحد من احسن اللعابه في العالم مع ريال مدريد، حيت ديما كيكون مؤثر في الفرقه ديالو، كيماركي لهم بيوت اللي بسببه كيخليهم يربحوا لي ماتش، وهادشي كامل هو بحرف عمره 20 عام. فكان بزاف ديال علامات استفهام مع التوقيع بيلينغهام مع النادي الملكي اللي حتى انتقل لواحد الفرقه اللي هي كبيره بزاف، وانتقل في واحد العمر اللي هو صغير بزاف. واخا مع الضغوطات كامله قدر بيلينغهام يسكت هاد المنتقدين هادو غير في المباريات الاولى ديالو، كتعتبر احسن انتقال في الصيف هذا. فاجي ندويو على الموسم ديال جود بيلينغهام كيفاش غادي. 14 شهر يونيو خدات ريال مدريد واحد الخطوه اللي هي سريعه باش تعاقد مع لاعب الوسط الميدان جود بيلينغهام في العقد المده ديالو 6 سنين مقابل 103 مليون يورو، اللي تقدر تزيد 134 مليون يورو. ففي اليوم ديال التعاقد ديالو فورى بيلينغهام على الرقم اللي بغى ياخذو، اللي كان رقم 5، اللي حتى خدا الرقم ديال القدوه ديالو زين الدين زيدان اللي كان تا هو كتلبس رقم 5. فبداو المنتقدين كيقولوا بان هذا الانتقال هذا مازال بكري عليه، كيستحقش دابا ريال مدريد، الثمن ديالو غالي بزاف، وكان خاصو يمشي للبريمير ليغ، يمشي شي فرقه بحال ليفربول اللي حكى حتى هاد الفرقه هادي باغيه تسيني مع بيلينغهام. لكن ماشي غير هادشي، حتى المشجعين ديال ريال مدريد كان عندهم تساؤلات لهاد الصفقه هادي، فقالوا ما كانش عندهم ضد مع جود بيلينغهام، ولكن كان اكبر توقيع ديالهم في داك الصيف هذا، حيت ريال مدريد ما زادش معاهم اللي هما لعابه بزاف واللي مشهورين بزاف بحال اردا غولر والحارس كيبا، ابراهيم دياز اللي رجع من اسي ميلان، وخوسيلو اللي كان في عمره 33 عام. ما كانش عندهم التساؤل على السيناو جود بيلينغهام، ولكن الثمن الخيالي اللي سيناو به جود، حيت قالوا بان عندهم بزاف ديال اللعابه خط الوسط بحال كامافينغا، تشواميني، فالفيردي وكروس، مودريتش، حيت هما كانوا باغيين شي مهاجم يكون الخليفه ديال كريم بنزيما من بعد ما مشى هو الفريق ديال الاتحاد السعودي. فالمشجعين ديال ريال مدريد كانوا باغيين يشوفوا شي نجم جديد في الفرقه ديالهم من بعد ما سال الانتقالات الصيفيه، وكان جود بيلينغهام هو الصفقه الكبيره ديال ريال مدريد. فكان شويه ديال التخوف عند المشجعين ديالو، ولكن داكشي كامل اللي اعتقدوه كان خطا، حيت المدرب ديال الريال كارلو انشيلوتي كان عنده خطه لجود بيلينغهام اللي كان باغي يرجعو، بحال كنقولوا حنايا واحد المهاجم وهمي في الفريق ديال ريال مدريد. فكانت غريبه واحد شويه، حيت جود بيلينغهام ماشي هو هذا البوست ديالو فين كيلعب، حتى هو كان كيلعب كستة ولا كثمانية في الفريق ديال بروسيا دورتموند، ما كانش كيماركي بزاف مع الفرقه ديالو. ولكن الا كنتي كتفرج ليلو فاش كان مع بروسيا دورتموند غادي يبان لك بانه هو كيتمتع بواحد المواهب اللي هو باش يقدر يلعب اي بوست تتفاعل، وحتى صانع الالعاب يمكن له يلعب به. هادشي علاش كارلو انشيلوتي حطو في هاد الخطه هادي اللي كتلعب فيها دابا ريال مدريد، ما كانش عنده اختيار اخر، حيت المهاجم ديالو غادر الفرقه ديالهم، ما كان عندهم حتى شي واحد اللي يقدر يماركي الاهداف باش يعاونوا فينيسيوس ورودريغو في الهجوم. فعلاش جا الدور ديال جود بيلينغهام فكيلعب دابا كوسط ميدان هجومي، وبالاخص كيلعب كمهاجم وهمي، حيت كيدخل البوكس باش كيعاونهم. فانشيلوتي يقدر يخرج من بيلينغهام هو بحرف عنده 20 عام، واحد من اللعابه الاساسيين في ريال مدريد دابا، اللي خلاه كيماركي بزاف ديال البيوت في هذا الموسم هذا. فجاء اول ماتش ضد اتلتيكو بيلباو، بيلينغهام في اول ماتش ديالو ماركا بيت محضر ركنيه، واللي ماركا اول هدف ديالو في المسيره ديالو مع ريال مدريد في الدقيقه 36. في الماتش الثاني عاوتاني ضد الميريا عاوتاني ماركا الماتش الثاني وعطى اسيست. حتى في الماتش الثالث ماركا بيلينغهام البيت ديال الفوز ديال ريال مدريد ضد سيلتا فيغو، دقائق الاخيره ديال المباراه فصل الشهر، وبيلينغهام ضرب 4 ديال البيوتا وعطى اسيست، تحصل على لقب احسن لاعب الدوري الاسباني الشهر ديال غشت، يولي اول لاعب انجليزي غيفوز بهذه الجائزه هذه الدوري الاسباني. ففي الشهره ديالو الاولى مع ريال مدريد فترشح بيلينغهام كواحد من احسن اللعابه في العالم دابا. فقال كلشي بان بيلينغهام غادي يحبس شي مره، فهادشي ما حبش، حيت في الشهر اللي موراه ماركا عاوتاني بيلينغهام البيت ديال الفوز ديال ريال مدريد ضد خطافي دقيقه 95. فمن بعد هذا البيت هذا ولا بيلينغهام ولا ثالث لاعب من بعد من كريستيانو رونالدو وبيبيو ماركا جول في اول 4 مباريات ديالو. واللي جديد تشوف بان هاد الارقام هادو خياليين في واحد اللي عنده بحال 20 عام. فجا التوقف الدولي وكمل بيلينغهام باش كيوري الموهبه ديالو، وماركا عاوتاني مع بلادو وعطى اسيست ضد اسكتلندا. فجات دوري ابطال اوروبا، كانت المباراه قريبه تسالي اخر الثواني ديالها ضد يونيو برلين، ويجي بيلينغهام عاوتاني وماركا البيز ديال الفوز. فدازوا لي ماتش كان ديما بيلينغهام كيماركي ولا كيعطي اسيست
حتى جا الكلاسيكو، فكان كلشي كيتسنى جود بيلينغهام شنو غيدير في هذا الكلاسيكو. فجا الماتش كانت البارسا متقدمه بواحد الزيرو في الشوط الاول، وجا الشوط الثاني في الدقائق الاخيره ديال المباراه جود بيلينغهام كيماركي جوج الكوال كيعطي الفوز لريال مدريد. فولاو بزاف ديال المشجعين ديال كره القدم كيقولوا بان جود بيلينغهام هذا اللاعب هو واحد من احسن اللعابه في العالم. فلحد الان جود بيلينغهام كيقدم موسم اللي هو واعر بزاف، حيتاش ماركي 17 البيت وعطي 5 لي زاسيست في 21 مباراه. وكنظن بيلينغهام الى بقى في هذا المستوى هذا وما جازوش شي اصابه اللي تبعدوا لنا الملاعب بشكل كبير، بحال والو نشوفوه العام الجاي خد الكره الذهبيه، خدا احسن لاعب في العالم. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. اللي عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد اللايك، ابونا في لاشين، تبارطاجي مع اصحابك. تهلاو.